يا سواد الحلال، يعني رضينا بالعواجيز مش راضيه بينا. اعمل لك لفيديو واصحابه، ما انتش متابعنا، تابعنا وتعال احكي لك القصه. اسم عبد الله السعيد يا جماعه طالب من نادي الزمالك 30 مليون جنيه في السنه. مين يا كابتن خالد؟ 30 مليون لمين؟ لعبد الله السعيد ولا 30 مليون ناس؟ بتاكد يا كابتن خالد. عبد الله مين ابو 40 سنه؟ عبد الله السعيد طالب من نادي الزمالك في هذا السن 30 مليون جنيه في السنه. ايه ده كابتن خالد بياكد على الكلام كمان. كابتن خالد انت شارب حاجه يا كابتن خالد؟ ما هو انت لا شارب لا عبد الله اللي شارب. ده راجل عنده هشاشه عظام، ده خلاص بيعتزل. 30 ايه و40 مليون ايه يا كابتن خالد؟ بل كمان في كلام على انه طالب منحة تعاقد 10 مليون جنيه. لا استوب بقى يا كابتن خالد. انا عارف الليله دي وكيل عبد الله والد زيزو. قول لا ما تقوليش المفاجاه واضحه اهي خالص. عبد الله عايز 30 ومكافاه توقيع 10. عبد الله يدينا فيها 40 مليون. عبد الله ياك حش وسطك يا عبد الله. ده قالوا لي اللي انت من يغنك، قالوا لي كده والله، وهيجي يعتني وفرحان بجمهور الزمالك والكلام ده كله. فانت صدقت نفسك ولا ايه يا عبد الله؟ هو انت علشان فايق على اللي جنبك بس؟ اللي جنبك مين؟ دونجا وشلبي والجزيري وبتاع دول معاقين تبع ال 5%. فرساله ليك يا حبيبي يا عبد الله، هو هتجدد بال5 جنيه وشوكولاتايه. بلاش شوكولاته عشان السكر ما يعلاش، راجل مسن بقى. عبد الله يا اخويا سماح من ناهيه، يعني هنحط لك عرض، توافق بيه توافق، ما انتش موافق توكل على الله. محاليلك قلبناها مستشفى من المصريين، شيكابالا لما لا نهايه، عبد الشافي، ايمن حيد. يعني رضينا بالناس وقلنا عادي هيرضوا باللي احنا هنحط، فهتيجي تتشرط علينا نفس المغرز بتاع الونش. واعتقد يا كابتن لباليبو لسه ما نشفش مغرز الونش، وهنجيبك يا ونش. وعايز كام؟ 30 مليون. ده الاهل هياخده، لباليبو قام واخده وجدد له الزمالك لسه لابسينه. برضه طلع كلام ان عبد الله ممكن يختم حياته في النادي الاهلي، كلام بس كده بيتصرف. هتقوم موافق له على شروط، هيروح الاهلي وبتاع ونلبس اهلي. كابتن لباليبو بالشورت بتاعك وغور امشي. اخره بالنسبه لي هم حقنتين فيتامين سي ده بالبلدي، يعني ان هو يجدد. مش عاجبه يغور ويمشي، وانت غور بالشورت بتاعك، انا مش طايقك انا راخ. امشي.